هنتكلم النهارده عن الجزء الثاني من سلسله افضل افلام رعب اتعملت السنه دي سنه 2024 اللي هي تعتبر واحده من اهم السنوات اللي نزلت فيها افلام رعب. وكنا عملنا الجزء الاول من السلسله دي وهسيب لكم لينك الفيديو في الديسكريبشن تحت، زائد مجموعه من الفيديوهات المتخصصه في افلام الرعب بمختلف انواعها، منهم مثلا افضل افلام رعب في التاريخ من نوع الاشباح والجن الجزء الاول والثاني، والزومبي الجزء الاول، وافلام الرعب النفسي الجزء الاول، وافلام الرعب المستوحاه من القصص الحقيقيه الجزء الاول والجزء الثاني، وافلام رعب اسماك القرش وغيره من الفيديوهات. هسيب لكم كل الفيديوهات دي في الديسكريبشن تحت. بس اهم حاجه ما تنسوش تدعموني وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر جرس التنبيهات وتدوسوا لايك على الفيديو عشان ما يفوتكمش كل جديد، وما تنسوش دعواتكم لاخواتنا في كل الدول العربيه، ربنا ينصرهم ويعدي ايامهم على خير. يلا بينا ما نضيعش وقت ونخش في الموضوع على طول. ومعانا اول فيلم النهارده لازم نتكلم عليه، وهو الجزء الثاني من افلام سمايل. وقصه الفيلم بتحكي عن مغنيه بوب مشهوره اسمها سكاي رايلي، اللي حياتها كانت ماشيه تمام وهي بتحضر لجولتها العالميه، لكن فجاه بدأت تشوف حاجات غريبة ومخيفة زي ابتسامات مرعبة بتظهر لها في كل حتة. سكاي رايلي حاولت تفهم ايه اللعنة او ايه المشكلة اللي بتحصل ليها، بس هي اكتشفت ان في لعنة بتنتقل من شخص للتاني عن طريق الابتسامة الملعونة اللي بتظهر ليها. كل ما حد بيشوف الابتسامة المرعبة دي في وجه اي شخص قدامه حياته كلها بتنقلب جحيم. سكاي رايلي لقت نفسها في سباق مع الزمن عشان توقف اللعنة الشريرة اللي أصابتها وهتصيب كل اللي حواليها. في خلال رحلتها سكاي رايلي بالفعل قابلت ناس مروا بنفس التجربة اللي هي مرت بيها دي، وحاولت على قد ما تقدر إن هي تجمع معلومات تستفيد منها عشان تقدر تتخلص من اللعنة اللي هي فيها دي. الأحداث كلها مليانة توتر ورعب نفسي شديد جدا، وكل خطوة سكاي رايلي بتاخدها بتخليها تقرب من الحقيقة المرعبة والصادمة، زائد الأداء التمثيلي الأسطوري للممثلين، زائد التصوير السينمائي الممتع جدا. الفيلم ده هيخليك تفكر مرتين قبل ما تثق في أي حد بيبتسم لك ابتسامة عادية جدا. ونيجي على تاني فيلم لازم نتكلم عليه النهارده، وهو فيلم إكزوما. وأحداثه بتدور عن عائلة غنية بيقرروا إن هم ينقلوا قبر جدهم لمكان تاني عشان يحققوا التناغم أفضل، عشان ده مناسب لمعتقداتهم الدينية. المهم بيستعينوا بفريق متخصص في نقل التابوت بتاع جدهم، وأثناء عملية نقل القبر دي بيكتشف الفريق قبر غامض، وبمجرد فتحه بتبدأ سلسلة من الأحداث المرعبة والمروعة اللي بتقلب حياتهم رأسا على عقب. الفيلم ده من نوعية أفلام رعب كورية زي فيلم بالظبط اسمه ذا ويلينج اللي اتعمل سنة 2016، وكان فيلم جامد جدا برضه. كانت قصته على ما أتذكر إن في شخص غريب بيدخل في قرية ملعونة، بيبدأ يظهر على الناس كلهم تصرفات غريبة وتصرفات مروعة وعنف شديد جدا من كل السكان بتوع المدينة. فبيحاول محقق شاب ان هو يحاول يشوف ايه سر اللعنة اللي حصلت في القرية دي كلها. الفيلم ده حقق نجاح كبير جدا في الدور الاول من عرضه في السينمات في كوريا، ويعتبر اكتر ثالث فيلم مشاهدة سنة 2024 في كوريا الجنوبية. المخرج قصد ان هو يقلل من استخدام المؤثرات البصرية والسي جي اي عشان يعتمد على الاداء التمثيلي الاسطوري لكل ابطال الفيلم عشان يحسسك بالواقعية في الاحداث. وبالفعل الفيلم جامد جدا تمثيليا من كل الابطال. من الافلام اللي لازم اتكلم عليها برضو هو فيلم الرعب النفسي اللي من نوعية افلام زي فيلم جيت اوت. يعني الناس اللي بتحب فيلم جيت اوت هيحبوا الفيلم ده جدا، وهو فيلم بلينك توايس. تدور احداث الفيلم حول الملياردير سلاتر كينج اللي بيلتقي بالنادلة فريدا خلال حفل خيري لجمع تبرعات بيدعوها للانضمام اليه في رحلة لجزيرته الخاصة، وبيتقابل هناك ناس كتير تم دعوتهم للحفلة برضه.
المهم الدنيا كانت جميلة جدا في الأول، والناس كانوا بيستمتعوا بالحفلة والمشروبات الفاخرة ووجبات الأكل اللي ما كانوش بيحلموا بيها. المهم فريدة كانت عايزة تعرف إيه تمن الجنة اللي هي عايشة فيها دي، ما مش معقولة إن كل ده ببلاش. وبالفعل بتكتشف أحداث صادمة ومرعبة بتحصل على الجزيرة دي، زائد إن صديقتها المقربة ليها اللي كانت موجودة معاها على نفس الجزيرة بتختفي وما بتظهرش خالص، ومفيش حد بيفتكر وجودها من الأساس أصلا. ده غير إن هما بينعزلوا عن العالم الخارجي، ما يقدروش يوصلوا أو يتواصلوا مع أي حد أيا كان. Who's there? I'm going for the phones. Keep a lookout. وبتبدأ تتحول الجنة اللي هما كانوا عايشين فيها دي لجحيم شديد جدا. القصة مشوقة جدا، بتخليك تدخل في عالم مليان أسرار وأحداث غير متوقعة اللي تخليك مش قادر تبطل الفيلم لحد ما ينتهي. يعني ده من نوعية الأفلام اللي هو ده هيعمل ايه المجنون ده؟ تبدأ تفكر كده اللي هو يعني انت هتعمل ايه فيهم أكتر من كده. الإخراج كمان كان متميز جدا، ومن الناحية التصويرية الفيلم كان مبهر، زائد الأداء التمثيلي اللي فوق الممتاز. الفيلم مش بس رعب نفسي، لا ده توتر يخليك على أعصابك طول الوقت. الأجواء الغامضة اللي بتحيط بالجزيرة الخاصة كمان كانت جزء مهم في إضافة التوتر للمشاهد، والتصوير السينمائي كان مميز جدا مع استخدام أماكن تصوير خلابة زادت من الغموض والإثارة. وبالنسبة للموسيقى التصويرية كانت مناسبة جدا وبتعزز من الأجواء التوتر والقلق اللي انت هتعيشها في الفيلم. من الأفلام اللي لازم أتكلم عليها وهو فيلم إليان روميلوس، وهو فيلم رعب مرتبط بالخيال العلمي، وهو الجزء التاسع من سلسلة أفلام إليانز اللي امتدت لأكثر من 45 سنة. وتقع أحداث الفيلم ده بين أحداث الجزء الأول اللي بالمناسبة اتعمل سنة 1979، وكان من أفضل أفلام الرعب تاريخيا، أو من أفضل أفلام الرعب اللي هي معتمدة على الخيال العلمي. المهم بتقع أحداثه بين أحداث الجزء الأول اللي أنا قلت عليه ده دلوقتي ده اللي اتعمل سنة 1979 والجزء الثاني، فعشان كده لازم تشوف الجزء الأول قبل ما تبدأ أحداث الفيلم ده. زائد إن أنت برضو لازم تشوف فيلم اسمه بروميثوس وده مرتبط بالسلسلة، يبقى أنت لازم تشوف الجزء الأول من سلسلة أفلام إليانز اللي اتعمل سنة 1979 وهو ده أصلا أحسن جزء في السلسلة، زائد إن أنت تشوف فيلم بروميثوس، والفيلمين طبعا أجمد من بعض. المهم الفيلم بيحكي عن مجموعة مستكشفين فضائيين بيستكشفوا محطة فضاء مهجورة اسمها روميلوس، لكنهم بيلاقوا فيها كائنات فضائية مرعبة بتهدد حياتهم. هو زي ما أنا قلت هو مش أفضل جزء في السلسلة، لأن الجزء الأول هو أفضل جزء في السلسلة بلا منازع، هو والجزء الثاني والثالث فيما فوق، يعني الأجزاء القديمة بصراحة يعني لا تعوض أبدا. بس ده ما يمنعش ان الفيلم ده يستحق المشاهدة وفيلم جامد جدا. انت بس عدي اول تلت ساعة من الفيلم، يعني اصبر اول تلت ساعة بس من الفيلم، وبعد كده هتبدأ في احداث مرعبة هتوترك طول الوقت تخليك على حافة الكرسي. الفيلم مليان تشويق ورعب نفسي رهيب جدا، زائد الاخراج المتميز للمخرج ألفاريز اللي بالمناسبة كان عامل قبل كده فيلم دونت بريث، وكان عامل فيلم ايفل ديد رايز اللي انا بعتبره واحد من افضل افلام الرعب اخر 10 سنين بلا منازع. بجد الفيلم جامد جدا. فده هو نفس المخرج اللي عمل الفيلم ده، واخراجه بصريا كان ممتاز جدا، يعني كان بيعزز من جو القلق والتوتر اللي هتحس بيه خلال احداث الفيلم. المخرج ألفاريز بيقال ان هو ما استخدمش السي جي اي خالص في الفيلم، واستخدم بدلات لإليانز او كائنات فضائية فعلية، وده كان ريسك كبير جدا للمخرج ألفاريز ان هو يستخدمه في الفيلم ده. كان يا يودي الفيلم ل7 سما يا ينزله ل7 أرض. بس بصراحة كانت تجربة ممتعة جدا بصرية وغير متوقعة ان انت تستخدم بدلات لإليانز فعلية بتعزز من الجو العام. المهم حابب افكركم ان انتوا توقفوا الفيديو وتشتركوا في القناه، عشان انا لاحظت ان نسبه كبيره جدا من المشاهدين غير مشتركين في القناه، يبقوا اكتر من نسبه 92%، فاستاذنك توقف الفيديو وتشترك في القناه وتكمل الفيديو تاني. من الافلام اللي لازم اتكلم عليها وهو فيلم لونج ليجز، وهو من نوعيه افلام الرعب النفسي البحته. يعني انت
في ناس كتيرة جدا مش هتحب النوع بتاع الفيلم ده. يعني الفيلم ده من نوعية أفلام زي 7، زي زودياك، زي The Silence of the Lambs. فلو انت بتحب أفلام الرعب النفسي اللي من النوعية دي، الفيلم ده هيعجبك جدا. الفيلم بيبدأ بقصة غريبة لفتاة صغيرة بتكتشف صوت غامض وبتقابل راجل غريب بوجه شاحب في عام 1974. المهم بعد 20 سنة بتيجي العميلة الفيدرالية لي هاركر عشان تتحقق من سلسلة من الجرائم البشعة اللي بيقتل فيها الأب عائلته وبعدين بينتحر. الغريب في الجرائم دي إن كلها ليها عامل مشترك، وهي إن الأب بيقتل عيلته كلهم وبيقتل نفسه وبيسيب رسالة غامضة عليها توقيع باسم لونجليكس. الفيلم مليان غموض وتوتر عام جدا بيخليك مش قادر تتوقع ايه هو اللي هيحصل في اللحظة الجاية من الفيلم. الأداء التمثيلي للممثلين كان أسطوري، وخصوصا لي هاركر، وطبعا الممثل العظيم جدا نيكولاس كيج اللي كان عامل لنا قبل كده فيلم في التسعينات اللي هو فيس اوف لو تفتكروا. وبالمناسبة هو كان طالع في 6 مشاهد بس في الفيلم، وبالمناسبة برضو ال6 مشاهد دول يستحق عليهم الأوسكار، حرفيا الأوسكار. كان يعتبر حاطط ماسك على وشه. كانوا في التريلر الدعائي للفيلم ما كانوش عايزين يظهروا شكل نيكولاس كيج، كان يعتبر حملة إعلانية جميلة جدا. أنا شايفها حملة إعلانية ذكية جدا للصناع الفيلم عشان يثير الفضول للمشاهد إن هو يشوف شكل نيكولاس كيج جوه الفيلم عامل إزاي. الفيلم مش بس بيعتمد على الرعب، لكن كمان بيقدم لك لغز كبير بيخليك تتبع الأحداث عشان تكتشف الحقيقة. التصوير كان رائع، وأحداث الفيلم بتوترك، تحس إن في حاجة غلط، تحس إنت متوتر، تحس إنت عايز تعرف إيه اللي هيحصل دلوقتي. وبس كده، دي تكون نهاية حلقتنا. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني وتشترك في القناه وتفعل زر جرس التنبيهات وتدوس لايك على الفيديو عشان ما يفوتكمش كل جديد. وما تنسوش تشوفوا في الديسكريبشن تحت الفيديوهات المتخصصه في افلام الرعب بمختلف الانواع. متاكد ان شاء الله ان هي تعجبكم. كان معاكم محمد العايدي، السلام عليكم.